تعالوا بينا نشوف العيش بقى الجميل اللي احنا عملناه، وريحته بسم الله ما شاء الله كأنك عاملة كده فطير بالظبط. ولا مية ولا خميرة ولا خمرناه ولا أي حاجة. شايفين؟ طري زي الزبدة. أنا مش قادرة أمسك اللي هو الأولاني ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. زبدة. بس عشان سخن جدا. عملنا منه ايه 13 رغيف. الكمية دي كلها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى على المطبخ عشان نشوف احنا عملناه ازاي. ولا مية ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. زبدة. تحبي بقى تعمليه كريب، تعمليه عيش للعيال، تعمليه اي حاجة اللي تحبي. وتحبي بقى تغمسي بيه الجبنة، تعملي سندوتشات جبنة لولادك والمدارس داخلة، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى على المطبخ ونشوف عملنا الطريقة ازاي. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بصراحة أنا ما كنتش هصور، فعشان كده أنا جبت لكم من أول ما أنا عملت العجين. يعني حوالي قولي 3 كوبايات كبار، أو نص كيلو من الدقيق. وعجنتهم، حطيت الأول عليهم 3 معالق سمنة وفركتها كويس بالدقيق. وبعدين جبت كوباية لبن، مج لبن كده من بتاع الشاي، ودفيته وبدأت أحط شوية بشوية وأعجنها عجنها لحد ما بصوا عجنتها كويس لحد ما فيش ايه حاجة خالص تحت اهي. بس هسيبها بقى شوية ايه حوالي كده 10 دقايق ولا حاجة ترتاح العجينة، وبعدين هقطعها. حطيت بس نقطة، يعني حاجة بسيطة بس من الزيت عشان الوش ما ينشفش. دي انا عجناها بلبن اللي هو حليب يعني. وحاطه فيها في الدقيق ذرة ملح، ربع معلقة صغيرة قوي، ومعلقة كبيرة من السكر. وبعدين زي ما انا قلت حطيت 3 معالق من السمنة وفركتها كويس بالدقيق. وبعدين رحت حاطه اللبن وعجنته باللبن. وهشوف بقى لما اجي اقطعها. زي ما احنا شايفين اقطعها بقى بكيس. سيبناها ارتاحت العجينه 10 دقايق. هنبدا بقى نقطعها لكرات صغيره. هات من الصينيه شويه زيت، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينه ملبن. حسب بقى ما انت عايزه تعملي العيش اللي عندك، ولا الفطيره اللي انت هتعمليها صغيره ولا كبيره، حسب ما انت عايزه. ده حاجه ترجع لك انت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مع عجلت الحته ديت دراعي وجعني جدا، فالحمد لله. مش عارفه كان دراعي الشمال الاول وعالجته، وبدات كنت بعمل عليه علاج طبيعي وكده. رجع تاني بقى زي ما تقول بقى ان انا كنت بقى زي ما تقول ان انا كنت بقى عامله على ايدي محمله على ايدي اليمين. كان كل الشغل بقى طبعا رجعت تتعبني.
ما بحسش بالم بقى امتى بقى؟ الا لما انام بالليل احس بالالم جامد. ليه طول النهار انا بشتغل، انا مش حاسه بصراحه بحاجه يعني، بتوجعني شويه بس مش زي بقى لما اجي انام. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا سبحان الله قد بعض كلهم. وهسيبها برضه ايه ترتاح شويه العجينه، يعني بعد ما قطعتها كده هسيبها برضه ايه ترتاح شويه. الفهم بقى وقع منهم لحد ما ترتاح واجي اخبزهم واوريهم لكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. 2 4 6 8 10 12 مدينا 13 رغيف او 13 فطيره. عموما احنا هنشوفها وهنشوف هتطلع شكلها ازاي. هنسمي الله بقى. انا غطيت طبعا الكميه اهي، وهناخد اول عجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مش يعني مش فطير، بس هو عيش ايه بيتخبز باللبن. وانا طبعا مولعه على الصينيه وموطيه عليها العين. انا بحس ان انا بدخل ايدي من جوه كده لبره، وايه وافرد العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين اهو. اول ما يتشمع بقى كده بقلبها الناحيه التانية. شايفين بسم الله ما شاء الله. وعلى طول بروح ايه مغطياها بفوطه. بقى واحد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكش عيش اعملي دي وفي ثواني والله، ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. شويه دقيق ومعلقه سكر ومعلقتين سمنه وكوبايه لبن. كمان المدارس داخله اهي، ممكن تعمليه بقى للعيال واولادك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. بس برضه بمناسبه خلاص المولد النبوي اهي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعملي بقى سندوتشات في المدارس للعيال. وبعدين بقى انت لو عملتي كميه هتاخديها وتعينيها في قلب الفريزر. لما تبرد تروح حطها في قلب كيس وتعينيها في الفريزر قبل ما مثلا ما الاولاد تروح المدرسه. يعني يا دوبك اول ما تصحى تروحي مطلعاهم من الفريزر وتروحي بقى عاملاهم عامله لهم بقى السندوتشات اللي انت حابه تعمليها. لا هي رفيعه قوي ولا تخينه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هعمل معاكم الرغيف ده وخلاص بقى. وانا بشكر كل اللي بيدخل عندي في القناه وبيكتب عليه حلو، ربنا يبارك فيه ويكبر بخاطره. واللي اول مره يشوف قناتي وعجبه المحتوى بتاعي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسوش اللايك يا حبايبي، عشان انا بلاقي المشاهدات اكتر من اللايكات. يعني اللي بيدخل بيروح قايل كلمتين كده وخلاص ويطلع وينسى ان هو ايه يكتب تعليق. مش عارفه ده طلع مستطيل. يلا كله هيتاكل. نجيب التاني اول ما يتشمع يروح على الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حلوين بقى، ما تنسوش اللايك على قد ما اقدر. ايه خليها ايه مدوره، بعدين مدوره مستطيله كله هيتاكل. كفايه بس ان الواحد بيبقى عامل الحاجه في بيته وبيبقى طالع طعمها جميل، ده اهم حاجه. شايفين بسم الله ما شاء الله الجمال والحلاوه؟ شايفين عمال بيتنفخ ازاي؟ وايه ولا في بتاع ده خميره ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ على طول ونروح ايه نغطيه. ان شاء الله بقى هخلص باقي الكميه واوريها لكم بقى في الاخر. اول ما احط الرغيف على النار بروح ايه فردة الرغيف التاني وهو بقى ايه يستوي براحته. تسموها بقى رغيف، تسموه عيش، تسموه فطير، هو تحفة وطعمه بيبقى جميل جدا. يعني انا حطيت الفطيرة على النار زي ما احنا شايفين اهو. بروح عاملة ايه الفطيرة التانية. يدي اتحرقت بس شوية كده. انا ببقى ايه موطية النار. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله عملنا منه ايه 13 رغيف بكوبايتين. والله هو محتاج لا تخمير ولا احتاج اي حاجة ولا بيكنج باودر ولا خميرة ولا جنس شيء. زبدة، والله زبدة. شايفين؟ حابة تعمليه كريب، تحشيه لحمة مفرومة تتغدوا بيها، تحشيه سجق، تحشيه سوسيس، لانشون، جبنة، اي حاجة حلوة. تعملي شوكولاتة للاولاد وتعمليها لهم. وايه عندك كمية بقى بسم الله ما شاء الله تحطيها بقى في قلب تحطيها في الفريزر وتطلعي بيها اول ما تصحي من النوم. تطلعيها هيفك معاكي ويبقى زي الزبدة. ايه رأيكم بقى؟ اتفضلوا معانا وبألف هنا للي هياكل. واقول لكم ايه اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.